هذو جماعة شاحنات الوزن الثقيل الجزائرية عند النقطة المعروفة باسم ريشة نجيم، حوالي 210 كيلومتر من مدينة الزويرات، ودائما مع المعاناة نتاعهم. والإشكالية الوحيدة تقريبا تبقى في قضية المحروقات. معروف بأن السلطات الولائية لولاية تندوف تعطيهم 600 لتر، والمسافة تقدر ب 3400 كيلومتر ذهابا وإيابا، فيها 1700 كيلومتر بيست ذهابا وإيابا. الواحد تعطيه 600 لتر من تندوف لنواكشوط ياكل 1000 لتر طون. 600 ما تجيبو يقعد مطايش، سيرتوها الانسان اللي ما يعرفش الطريق يقعد حاصل. شمالني رحنا الواحد هنا يشري المازوت للبتيه 200 لتر يشريها ب5 ملايين، وعلاه وحنا داخلين سوق باغيين نسوقوا المنتوج الجزائري في موريتانيا، ومن خلالها عبر السوق الافريقيه، اللي ناكد ونقول باللي المنتجات المغربيه هي المسيطره على السوق الافريقيه بنسبه 90%. يوميا نواكشوط الشاحنات المغربيه تدخل 100 شاحنه. احنا مجموعه من الناقلين دخلنا نواكشوط، حصلنا في الماسوط، والمشكله الاشكاليه قاعده في لوطريزاسيون، في الترخيص نتاع نقل المحروقات اللي عطاونا الكميه ما تزيناش. الاشكاليه تكمن في السلطه الولائيه لولايه تندوف، وعلى راسها رئيس اللجنه الولائيه المكلفه بهذا الموضوع. وهي عندنا عينات هما جماعة الحمد لله، من الشرق من الغرب من الجنوب من شكون هو عندنا علي القادم من مدينة نواكشوط متوجها إلى ولاية تندوف. خويا علي تحكي لنا شوية على المشاكل وعلى حساب ما شفت الطريق. خويا الطريق هذه راحنا مغبونين بزاف، في المشكل تاع الماسوط. ايوا الكاسوال ما راش يكفينا. ديال العراقيل للناس عطيهم 600 لتر تضحك عليهم، الناس 20 مليون باش راحنا نولوا كورسا من موريتانيا. خلص المازوت نتاعنا والمازوت نتاعنا المازوت عندنا في البلاد الله نتاعنا خلصوه ب 5 ملايين، نشروه في دول اجنبيه ب 5 ملايين، اسوام طائله. والله مشكله. راحنا مغبونين في هذه المشكله، باقي ينافسوا هذه السوق الافريقيه وهذه وينوضوا بالاقتصاد الوطني الجزائري. اذا ما بغاوش يا خويا الواحد يحبس خليها للمغاربه يا خويا، هما منافسه. هذا اللي يدخلوا عليه. يدخلوا لموريتانيا لاصحاب المروك عندهم الغازوال يعطوهم 2000 لتر. هو السيد معنا عينه واحده اخرى، هو معنا السيد جاي مشرف حتى هو مسكين، ومن ولايه دائره الزبوجه، وهذه اول رحله له. لو كان ما لقيناه مسكين كان بالك مانيش عارف واش يصنع. راهو يحكي لنا على المعاناه نتاعو. حنا رانا جينا صوبنا هنا الوركشوب هذا رانا حصلنا المازوت الاولى كون مشى الرجاله ما نلحقوش. المشكله تاع المازوت استلفنا بدينا نشروها بالسومه طالعه، والله تبيعها ب 1000 وشريها ب 50,000. هذه هي المشكله الاولى. الدوزيام هذا الديوانه يزيروا علينا، ما راهمش مسهلين الامور. الثاني تاع الفلاحه، ثاني سنه الامور بان خدموا، راه كيما المغرب ما طيقوش نفسوها، وراحت علينا ب 50 40 سنه تقعد وما نلعبوهاش. والله العظيم تقول لك الانتاج ما نديروا والو هكذا، ما نديروا والو كيما تزاد حتى ما بلوكيتهم. مش ها من الرجال اللي راح ما يوليش، راهم يخدموا. ها ديجا حصلنا احنا طبعا كثر خير الرجال اللي جابوا لنا. بارك الله فيك اخويا شلفاوي. هو معنا واحد السيد ثاني من البواخي. السلام عليكم. هو من السلطات الولائيه لولايه تندوف باش يعاونونا في المحروقات. رانا نعانوا بزاف خلاص من المحروقات هذه. الكازوال راه عندنا في الدوله تاعنا، وحنا نشريو الكازوال من دوله الناس ما يقد هذا. بارك الله فيك. وحنا نمشيو يعطيونا 600 لتر، 600 لتر وهذه نمشيو نقطعوا 3400 كيلومتر. لهذه نطلبوا مديريه الطاقه والسلطات لكل ولايه لولايه تندوف لازم يعاونونا. وإذا كان بغاو ان شاء الله نتنافسوا في السوق الافريقي هذا لازم السلطات تاعنا تعاوننا. ايوا بارك الله فيك. المغرب ما نقدوا معاهم. صح. وشكرا. بارك الله فيك يعطيك الصحة. هو معنا بايزيد قديري من ولاية تندوف.
ثاني نرجعوا له. نورنا بشويه معلومات بوزيد. معلومات، انا راني مسرشي فياجه بالنهار قبل رمضان، وقعوا لي مشاكل في الديوانه. عندك 25 يوم ولا شحال اليوم؟ عندي شهر والكلام. عندي شهر والكلام. هذه فياجه واحده. الفياجه الاولى داروا لي المشاكل في الديوانه نتاع موريطان، ما مول السلعه دار الروطار باش يخلص، قلت له نرجع، قال لك ما ترجعش، تزيد لقدام ما تزيدش. الغازوار غالي، العيشه غاليه، كل شي دوبلي، الخبزات دير 2500. المازوت الاشكاليه نتاع المازوت هذه. المازوت 5 ملايين البرميل. 5 ملايين البرميل والمعرفة. وطلقوا له ب 3 براميل. وحنا تلقونا ب 3 براميل. والمازوت نتاعنا نخلصوه ب 5 ملايين. واه رزقك تشريه بالغلا. والله مشكله. تاع دولتك. علاه عمي علاه. شي يقول لك 5 ملايين المازوت هو يجيبها من الجزائر. وتديه وعينيك ديه انت يحرقوك. جزائري. وما يستعرفش بالدينار الجزائري، خاصك تعطيه العمله نتاعو بسومه بخس. وبسومه بخس. واه الدينار كي تقول له نشري بالدينار يقول لك ما انا ما نحتاجش الدينار، عطيني لوكيه. كي تبدل له بلوكيه يطلع لك السومه نتاع لوكيه. بالك البنت يسقى لك 6 ملايين. واه لا غير واش ولا فرحنا مغبونين، رحنا والله مغبونين. معليش خويا بوزيد، نخلوا شويه الكلام للسيد تاع عين الصفراء، حتى هذا هو مشكل لقيناه مغبون مسكين موجود داير حساب تاع الطريق، واول خطره يسيي هذه الطريق حصل في المازوت تقطعت فيه الاسباب، والحمد لله تلاقينا وتعاوننا وراه يحكي لكم الاشكاليه اللي صرات له. السلام عليكم. بغينا نهضروا غير على الطريق وين راه فيها معاناه تاع غازوال، معاناه كبيره كاع. الشوفره كما راهم يعانوا سيرتو من الغازوال، نعمروا ليه يعطونا 600 لتر، والترونسبور تاعنا كنعمروه مازوت في الزويلات ولا نعمروه في عطار ولا كنعمروه، دراهم الترونسبور تاعنا كنعمروها مازوت. تما ما عندناش كاع فايده، كيما كتخدم باطل تما تدير تاع باطل. دونك رحم والديك تشري 600 لتر واحده اخرى تشريها ب 15 مليون ولا ب 12 مليون، وين راه الفايده؟ ما كاين لا فايده لا والو. والله رانا نعانوا، نتمنى ان السلطات هاوينا تفهم في هذا الامر هاوينا تاع الغازوال، يعطونا 200 كيلو. تعاوننا والله تقول ماهيش قد الجهد، وتخلي السوق الامواليه اللي راهم مسيطرين عليه الواحد يجي يشوف كيما شحال ياكلوا مازوت ولا معليش، والله تاعهم باش يحلوا هذا المشكل تاع الغازوال هاو، ونتمنى ان شاء الله ما يكون غير خير. خلاص يا جماعه، ماذا بكم اللي شاف هذا كاع الفيديو بارطاجيه كاش ما توصل للمسؤولين، يهديهم رب العالمين، يعاونونا يعاونوا الاقتصاد تاعهم، وان شاء الله يكون الخير، ان شاء الله يكون الخير. هيا شباب الله يعاونكم.